الفيديو بتاع النهارده هنتكلم فيه عن حل مشكلة إن الغطا بتاع الموبايل أو بتاع ظهر الموبايل أو اللي هو غطا البطارية بيسيب الموبايل وبيطلع حتى لو أنت محافظ عليه. السبب في الموضوع ده حاجات كتير جدا، منها سوء الاستخدام أو إن الموبايل بيقع منك كتير أو إنك بتركبه في جراب ناشف، فلما بتيجي تخلع الجراب الشفة بتاع الجراب بتدخل ما بين الظهر بتاع الموبايل والفريم بتاع الموبايل، فمع الوقت الظهر ده بيتشال، خصوصا لو كان استخدامك للموبايل ده مكثف أو يعني بتطحن الموبايل زي ما بنقول كده، أو لو أنت مثلا بتستخدم الموبايل في اماكن درجه الحراره فيها عاليه او عايش في بيئه اصلا او في مكان درجات الحراره فيها عاليه شويه. فمع الوقت هتلاقي ان اللزق اللي بيكون ما بين الظهر بتاع الموبايل اللي هو ده زي ما انت شايف كده بيكون عباره عن غيره كده ما بين الفريم بتاع الموبايل او اللي هو ظهر الموبايل اللي هو جسم الموبايل والظهر بتاع الموبايل زي ما احنا شايفين، بيبقى جزء هنا على الموبايل زي ما احنا شايفين كده، والجزء الثاني هنا اللي هو طبعا بيكون باقي من اللزق اصلا او الغيره اللي موجوده على الفريم بتاع الموبايل. فمع الوقت اللزق او الغيره ديت للاسف كثافتها او جودتها بتقل بمرور الوقت حتى لو كان الموبايل من شركه كبيره او من شركه مشهوره. ففي كل الاحوال لو انت قابلت المشكله دي انا هقول لك ازاي تحل المشكله او ازاي ترجع الظهر تاني للموبايل بطريقه كويسه وبطريقه احترافيه بدون مثلا ما تروح لمركز صيانه او لمحل، لو انت طبعا مش حابب تعمل كده. لكن لو عايز تروح لاي محل مفيش مشكله خالص. انا كلامي هنا لو انت عايز تعمل الموضوع ده بنفسك هعرفك تعمل الموضوع ده بالظبط ازاي.